السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ رمضان كريم وعواشركم مبروكه، ان شاء الله تدخل عليكم بالفرحه والهنا والرزق والتيسير ان شاء الله ورضا الله سبحانه وتعالى. كما تنعرفوا في رمضان تيكونوا استعدادات حثيثه، كل اسره او كل عائله لا تخلو من الاستعدادات اللي تتوجد لرمضان. البنات هاد العام ما درت لا شباكيه لا مقروط لا حتى شي حاجه، نظرا لظروفي الصحيه، لان بحال هاد الوقيته قبل رمضان تنكون وجدت كل شيء، ولكن ما ظروفي الصحيه ما درت لا مقروط لا حتى حاجه. المهم غنشارك معكم فقط المملحات، وإلا درت من هنا لقدام شي حاجه، شي حليوه او شي كنافه او شي حاجه هكا، غادي نتقاسمها معكم حتى هي. لحد الان درت غير مملحات فقط. من بين المملحات اللي درت قنينطات ديال الدجاج، ودرت بريوات ديال الحوت، ودرت بسيطلات ديال الكفته مخلطين، كفته وفي نفس الوقت خضره. يعني درت خديت مجموعه ديال الخضروات، وكل خضره البنات تتماشى مع الصنف ديال اللحم. مثلا نعطيكم مثال، الكفته تندير فيها غير الزيتون والفلفله الخضراء والبصله والفرماج فقط. الكفته تتماشى مع هاد الحويجات هادو بالثلاثه. الحوت البنات درت فيه الشامبينيو، ودرت فيه الزيتون، ودرت فيه البورو فقط. هادشي اللي درت في الحوت. والدجاج درت فيه الفلافل بثلاثه، ودرت البصله، ودرت البورو، ودرت حتى هو الزيتون تيتماشى معاهم بثلاثه. الفرماج الموتزاريلا والفرماج الاحمر. وعندي تما حتى واحد النوع ديال الفرماج غادي نديرو بالحق غير ديال الخضره اللي هي ديال الجزر والبورو والمايس، تتماشى معاه واحد النوع ديال والشامبينيو. نسيت الشامبينيو البنات. هاد الفرامج بجوج اللي شفتوا، الخضر والاحمر، هاد الفرامج تيتماشاو مع المملحات ديال الخضره فقط. والفرامج اللي شفتوا دابا في الميكا اللي من بينها الكودا او الموتزاريلا حتى هي تتماشى مع جميع المملحات اللي تنديرو. غير باش نعطيكم فرق ما بين الفرامج اللي تيتماشاو مع المملحات، لان كاين فرماج اللي تيدوب، وكاين الفرماج اللي تيتسلق، يعني اللي تيتجبد، الفرماج اللي معلك. ومن بين هاد الفرامج كاملين انا خديت المعلك وخديت الموتزاريلا وخديت دوك اللي تيتماشاو مع البيتزات ومع سميتو. المهم هما هادو اللي تحت في البلاستيكات. دونك البنات هنا تنوريكم هنا غير الورقه اللي عندي. حنا ما عندناش البنات الورقه اللي بحال اللي في المغرب تتباع هكا، تمشي تشريها طريه وزوينه وغزاله، ما عندناش. ناخذوا هذه ديال الشينوا، حتى هي البخاريه حتى هي. المهم تنقضيو بها وصافي، هذا ما كان. واللي عارفه تصايب الورقه راه تديرها في دارها. انا فايت لي صايبتها وعاود صايبتها، ولكن كما قلت لكم نظرا لظروفي الصحيه ما درتش هذا العام لا حلويات لا ورقه. لحد الان ما درت لا ملاوي لا حتى شي حاجه. المهم هذا الشيء اللي درت اني تقاسمته معكم اليوم. فقط درت غير هاد المملحات، يعني بالخضر واللحم والحوت فقط. المهم كما قلت لكم البنات، كل خضره تتماشى مع واحد الصنف نتاع اللحوم. مثلا الدجاج تندير فيه البورو، تندير فيه الشامبينيون، تندير فيه الفلافل ممكن دير في الدجاج الفلافل كاملين. بالنسبه للكفته تندير فيها حتى هي الفلفله كامله. الحوت لا، الحوت ما تتماشاش معاه الفلفله كامله، ممكن ديري غير الشامبينيون وديري البورو وديري المايس فقط في السمك، وديري فلفله خضراء بوحدها، الفلفله الخضراء الطويله. هانتوما كي كتشوفوا هنا السمك عندي راه واجد، راه طيبته. من بعد غنوريكم الطريقه كيفاش طيبت والنوع ديال السمك اللي خديت، والشعريه الصينيه الطريقه كيفاش صايبتها وشرملتها وقديتها. وهذا مكان البنات. المهم هنا كما تشوفوا كل حاجه بوحدها. هنا راه نهار قبل، هذا الحوت راه نهار قبل. وهنا اللي تنوريكم فيه الدجاج وداك شويه الخضره، يعني النهار الموالي. راكم عارفين المملحات تيشدوا الوقت وتيشدوا اليد. صراحه اي حاجه في هذه الوقيته والا تتشد لك اليد وتشد لك كل شيء، والله العظيم. هنا تتشوفوا البنات راه شرملت شويه ديال الدجاج ديالي، درت فيه القزبور، المعدنوس، العطريه كامله ديال الدجاج، الخرقوم، شويه ديال الكمون، شويه الزعفران، سكينجبير، الثومه، زويته بلديه،
وتنخليه يتشرمل مزيان. يعني هذا المملحات البنات ما تنطيبوهش بحال الدجاج العادي ديال البسطيلات الحلوه. مازال غنشارك معكم البسطيله الحلوه، لان عملت بسيطلات صغيورين ستوين حلوين، وغادي نشارك معكم. وهذه هي المفاجاه، عندي فيها واحد الابداع وحصري ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله يرقكم. اما هذا الشيء راه يعني اي وحده فيكم راه عارفه، ما شاء الله عليكم تبارك الله على النساء العربيات والنساء العالميات بصفه عامه. هنا كما تشوفوا البنات التليفون ايد شاده التليفون وايد تطوي، لان ما لقيتش اللي يشد ليا. الوليدات كانوا في المدرسه والسيبوره خاسره ليا. دونك هنا راني قليت الدجاج نتاعي. هنا خديت غير الصدر ديال الدجاج البنات ونقليه مزيان، وداك الماء اللي تقلى او ديك لاصوص اللي ديال هذا غنستيها من بعد ما غسلت ديك الشعريه الصينيه. غنستيها فوق الشعريه باش ديك الشعريه تشرب ليا ديك لاصوص ديال الدجاج، يعني باش تعطي ديك النسمه ديال لاصوص. على ديك الدجاجه البنات درت فيها العطريه ديال الدجاج، درت واحد الضمه ديال الدجاج، درت زعفران حر، درت شويه د الخرقوم، سكينجبير، درت شويه د الحامض المصير، حكيت 4 الفصوص ديال الثوم والقزبور والمعدنوس. هادو هما اللب ديال الحامض، هادو هما سميتهم اللي درت. وفي نفس المقيله البنات بلا ما تغسلوها تناخذ البورو نتاعي تنخلطو مع البصله خضاريه وتنقليه حتى هو بنفس العطريه اللي قليت بها الدجاج، لان هذه غادي نديرها مع الدجاج. وكما قلت لكم كل حاجه تديروا لها عطريتها باش تجيكم فاش تكونوا تاكلوا تتميزوا ما بين هاد الحاجه وهاد الحاجه. ماشي يعني راكم دايرين حاجه مثلا مملحات ديال الدجاج ماشي هي ديال الحوت، وديال الحوت ماشي هي ديال الكفته، هكذا ومثال. ولو تيكونوا فيهم نفس الخضر، ولكن ديك العطريه هي اللي تتميزها، وكل حاجه تديريها بوحدها هي اللي تتميزها. انا ماشي غالباني ندير جوج مقالي ونجمع فيهم كلشي في خطره ومن بعد عاد نبقى لا. لهذا انا خديت كل حاجه بوحدها. هنا الفلافل بوحدهم، ومازال غتشوفوا الفلفله بوحدها الخضراء، يعني قليتها بوحدها. الفلافل هنا المجموعين كاملين هادو ديال الدجاج وديال الحوت وديال الكفته، يعني درت الفلافل كاملين. الحوت لا، الحوت ما درتش فيه الكفته كامله، ما درتش فيه الفلفله كامله. علاش؟ لان الفلفله تطرخي داك الماء، وبالتالي ما بغيتش الحوت يجيني فازق، يعني بغيتو يجيني هكا ناشف وتيبان حتى في العضه بانه سمك. هنا البنات الشامبينيو هانتوما تشوفوا الشامبينيو كذلك تيتمشاو معاه العشوب، درت فيه العشوب ودرت فيه العطريه اللي تتمشى مع الكفته. يعني العطريه بما فيها سكينجبير، شويه البزار، نتوما لكم الاختيار، الخرقوم، ديروا العطريه كامله اللي تنديروا في الكفته. انا تنزيد شويه ديال العطريه الطليانيه وشويه دوك العطريات ديال سميتو ديال هنايا يعني اللي عندنا. مهم معشبين هكا، فيهم الاورغانيو، فيهم الزعتره، فيهم يعني معشبين شي شويه تيعطيو واحد النسمه زوينه بحال الشكل ديال البيتزا، تتشمي فيهم ديك الريحه معشبه. هنا البنات غادي ندير هاد البسيطلات نتاوعي نتوما كي كتشوفوا. خديت داك المول الصغير ديال الكنافه، هذوك الليمون راه يلا خديتهم البنات غندير فيهم ان شاء الله، نشارك معكم فيهم الكنافات تيجيو رائعين ديال الفران. وها نتوما كي كتشوفوا هذه غير بسيطلات نتاوع الكفته. وها نتوما كي كتشتو راه حطيت غير الخضيره اللي تتمشى ليا مع الكفته بوحدها، والخضره الاخرى كل حاجه بعتها عليا باش ما نتلفش. حطيت الفلفله، هانتوما شفتوا الفلفله ملونه، الفلفله البورو وسميتو، يعني كل حاجه بوحدها. هنا الحوت البنات، هانتوما غنشارك معكم عاوتاني هاد الحشوه تاع الحوت. هنا راني خديت هذا يا ربي تذكرنا بالشهاده، خديت السوريمي وخديت شويه الكرامار وقطعتهم الى اطراف صغيره. والعطريه هانتوما كتشوفوا الكمون، شويه الاعشاب، شويه الزعفران، شويه ديال الصويا، وخديت شويه العطريه ديال الحوت خاصه بالسمك. وهنا السمك غادي ندير فيه الكورجيت، غندير فيه البورو وبصله خضاريه وفلفله خضراء بوحدها. هانتوما كي كتشوفوا ما درتش الالوان، ما درتش الملونه، درت الخضراء فقط. واللب ديال الحامض 3 طرونشيات، وشي 5 ديال الفصوص ديال الثوم، والزيتون والزيت بلديه، والشعريه الصينيه راه تتبان لكم، قزبر ومعدنوس. صافي هادشي اللي غادي ندير في الحوت باش البنات كل حاجه
درتيها، والا غادي تميزها على حوايج اخرين. يعني نتوما كتشوفوا قبل ما نقطع الفيديو دابا اللي درت الاول هو الثاني، هو هذا هو اللي كان غيكون الاول. دونك هانتوما كتشوفوا الفلافل بوحدهم، البرو بوحدو، الثومه والعطريه والسوريمي والكراميل عاد غنقطعوا. يعني كل حاجه متوله وكل حاجه بوحدها صراحه. ودرت واحد شويه الكورجيت، ما كاملاش كورجيطه كامله، والبرو وبصله خضاريه بالزايد، لان البرو والبصله الخضاريه تيتماشاو مع السمك ومع لي سوب ديال السمك ومع الحويجات، لان خصنا هنا دابا حنا نديرو يعني كل حاجه اللي تتماشى مع ديك الحاجه، ماشي اللي تطغى عليها وتحيد لك حتى الريحه ما تشميهاش. مثلا تكوني تاكلي الحوت بحال راكي تاكلي مثلا الدجاج ولا بحال هكا، لا. دونك هنا حاولت ما امكن نجمع الخضار اللي تتماشى مع صنف اللحوم كما قلت لكم او الاسماك. هنا البنات الربطه ديال القزبور ومعدنوس غادي نقطع كلشي الى اطراف صغيره جدا كما شفتوا في الفيديو اللي كان قبل. وصافي هذا مكان، وغادي نقلي الحوت بالعطريه نيت ديال الحوت وبالعطريه اللي وريتكم دابا. السوريمي حتى هو غادي نقليه كل حاجه بوحدو. وديك لاصوص ديال الحوت هي اللي ندير فيها الشعريه الصينيه، وتنرد فيها البرو نتاعي والفلفله وسميتو كلهم يتقلاو في ديك النسمه ديال الحوت هو الاول. دونك البنات كما تتشوفوا هانتوما كتبان لكم العطريه، عطريه ساهله، كاين غير الكاموس، كينجبير ودوك الاعشاب والصويا، زيت البلديه والثومه والحامض مصير فقط. ايوا هادشي اللي كاين البنات، هادشي اللي وجدت زعما، وهادشي اللي درتها البنات. راكم عارفيني انا تنتقاسم معكم اي حاجه. وهذه الورقه يعني ممكن ديري قنينطاس، ممكن ديري البريوات، ممكن ديري اي حاجه، يعني ممكن ديريهم حتى بسيطلات صغار، راه تيجيو رائعين. بسيطلات صغار صراحه تيجيو ولا اروع ديال السمك. يعني بحجم صغير تكثري الحشوه، ممكن تكثري الخضره على الحوت. احنا الهدف ديالنا اننا ناكلوا حتى ديك الخضيره، لان كاينين افراد العائله اللي ما تياكلوش الطاجين وما تياكلوش الخضره وما تياكلوش كاع حتى شي حاجه. ولكن الا درتي لهم بحال هاد الحويجات او هاد التويشيات تيجيو يا سلام. هانتوما كتشوفوا اللحم ديالي فاش طاب او الحوت ديالي فاش طاب جا على هاد الشكل. الفلفله طابت على حقها وطريقها، الشعريه الصينيه شربات ديك العطريه جات غزاله. المهم انا تنوريكم اي حاجه كاينه يعني هنا، لان الا جيت نعطيكم بالتفاصيل الفيديو غادي يستغرق لي نصف ساعه او اكثر. هنا راه حاولت نسرع ما فيه الكفايه كلشي باش نعطيكم يعني داكشي يعني بالمختصر، باش ما يجيكم لا ملل لا حتى شي حاجه. كما شفتوا راه واخا كاينه واحد الاعاده، ولكن راه غير في يعني غير باش نزكي داكشي اللي قلت لكم قبل. الفلفله الخضراء اللي تتماشى بوحدها مع الحوت. وهنا النتيجه البنات. المهم راه سمحوا لي قليت غير شي حاجه للدراري يذاقوا، نقنا واحد الطبيصيل وصافي هذا مكان. وهنا البنات هذه هي النتيجه اللي حصلت عليها من بعد ما درت القنينطات نتاعي ودرت البريوات ودرت دوك بسيطلات الصغيورين ديال الكفته ديالي، حتى هما جاو رائعين، جاو غزالين. ومن طبيعه الحال اي سيده راه تتعرف دير الطاي ديال القنينطات وديال البريوات او المثلثات او البسيطلات. يعني كل وحده راها حدقه في دارها. حاولت انا غير نتقاسم معكم هذا الشيء اللي كاين وصافي، وسمحوا لي. ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير وانتم الى الله اقرب ان شاء الله، بالصحه والراحه والعافيه ان شاء الله يا رب.